وانت كمان وحشتني قوي. يوه، ما انت لسه شايفني قريب. ماشي يا سيدي هجيلك. انا مش عارفه بجد من غيرك كنت هعمل ايه. انا كنت قاعده زهقانه قوي من ساعه ما عادل سابني وسافر، وانا بجد مش لاقيه اي حد اروح له ولا اتكلم معاه. طب يلا خلاص، انا لبست وجايلك على طول، مش هتاخر. باي. طب ماشي يا سليم، والله العظيم لا افضحك. ايه ده، انت رايحه فين يا ماما؟ انا رايحه مشوار يا حبيبي. انت محتاج حاجه؟ انا عايزه اكل. طب بص، عمتك هتحط لك تاكل. انا لازم امشي دلوقتي عشان مستعجله. عمتي مش بتحط لي اكل يا ماما. خلاص بقى يا دياب، بلاش شقاوه. خليني بس اروح المشوار ده بسرعه، ولو انت سمعت الكلام وانا جاي هجيب لك حاجه حلوه. ماشي يا ماما. ماشي يا حبيبي، سلام. في ايه كل دي اتصالات؟ معلش كنت بكلم دياب، هعمل ايه يعني؟ ما كانش عارف ان انا نازله. طيب ماشي خلاص، انا مش هتاخر عليك. خلاص ماشي، يلا طب سلام دلوقتي. ماشي يا سليمة، لما عادل يجي من السفر لا هخليه يبهدلك ويطلقك. ايه ده، هو انت كنت واقفه بتتصنتي على ماما ليه؟ ما بقولش حاجة يا حبيبي، انا ما بتكلمش على ماما اصلا، أنا بتكلم على حد تاني. انا كنت شايفه كنت بتتصنتي على ماما. ما كنتش بصنت عليها ولا حاجة، ده انا نسيت اقول لها حاجة وسبتها ومشيت. انت محتاج حاجة؟ انا عايزه اكل. عايز تاكل؟ هي امك بقى تروح تقابل شباب على اخويا وانا اللي اعمل لك الاكل. ماشي حاضر. ازيك يا دينا، عامله ايه؟ هي عادل، بقولك تسيب اللي في ايدك وتيجي حالا. في ايه يا دينا؟ طمنيني، في حاجه حصلت؟ مش لازم تعرف فيه ايه، لما تيجي هتعرف كل حاجة. طب ما تطمنيني يا دينا، في ايه؟ المهم ان انت تنزل من السفر في اقرب وقت. موضوع ضروري جدا. ماشي يا دينا، انا هحجز اول طياره وهجيلك. سلام. ازيك يا دينا يا بنت، عامله ايه؟ كويس انك جيت يا عم محمد، انا اصلا كنت لسه جايالك. تعالى اتفضل بقى علشان انا عايزاك في موضوع مهم. خير يا بنتي، في ايه؟ لما تدخل هتعرف يا عم محمد، والكلام اللي انا هقوله لك ده لو يرضيك يبقى انا ما يرضينيش ولا يرضي اخويا. انت باين عليكي زعلانه قوي. اتفضل اتفضل يا عم محمد. خير يا بنتي، انت قلقتيني. فين دياب بس علشان خاطر امه عايزاها عشان تاكله. مش لما نعرف الاول امه فين؟ امه عندي يا بنتي. امه عندك ازاي يعني؟ عندي. عندك في البيت؟ سليمه كانت وحشتني انا وامها، وانا اتصلت بها الصبح وجات لي. يعني هي عندك سليمة؟ ايوه عندي في البيت. طيب انت كنت عايز ايه يا حاج كنت جاي محمد؟ عشان اخد دياب عشان تاكله. لا ما تقلقش، انا دياب هاكله وهو زي ابني بالظبط، ما تشغلش بالك بيه خالص. المهم هي كويسه يعني؟ كويسه يا ما انت كنت عايزاني ليه يا دينا؟ ما فيش حاجه، ده انا كنت عايزه اشتكي لك. سليمه بس يعني بتتعب نفسها وبتفضل تروق البيت طول النهار وما بتخلينيش ان انا اعمل معاها اي حاجه، فكنت عايزه اشتكي لك يعني تقول لها نساعد بعض وكده. عادة عامة انتوا اخوات وعاونوا مع بعض، مفيش مانع. اكيد. انت اعمل لك حاجه تشربها؟ لا ده انا استاذن انا بقى. اخد دياب معايا؟ لا خليهولي، انا هخلي بالي منه. ما شاء الله دينا، السلام عليكم. مع السلامه. نهار اسود، يعني انا ظلمتها وكلمت عادل ينزل من السفر. طب هقول لعادل ايه دلوقتي؟ ايه ده يا دياب حبيبي. جدو، انت رايح فين يا جدو؟ انا رايح البيت عندي علشان ماما هناك. تيجي معايا؟ شكرا يا جدو، عمته اكلت. ماشي يا حبيب قلبي، خد بالك من نفسك بقى، ماشي؟ ماشي. السلام عليكم. يا دينا، اهلا حبيب بابا، عامل ايه يا دياب؟ الحمد لله. عادل نورت الدنيا. الله يخليك يا دينا. لو سمحت يا دياب، ممكن بس تخشي دلوقتي؟ ماشي. انا جاي لك اهو يا حبيب قلبي. خير يا دينا، في ايه؟ ماشي عادل، خش خد نفسك بس، انت لسه جاي من سفر. نفس ايه دلوقتي؟ بقول لك خير، طمنيني. انت قلت لي سيب اللي في ايدك. بصراحه عادل انا شكيت في سليم. كنت معديه من عند اوضتها ولقيتها بتتكلم في التليفون مع واحد وبتقول له وحشتني قوي وانا جايه لك اهوت. فبعد كده اكتشفت ان هي كانت بتكلم باباها، وعرفت ان هي عند اهلها، وكنت مفكراها بتخون. يعني ايه يا دينا؟ يعني انت نزلتيني وخلتيني اسيب شغلي واحجز في اقرب طياره علشان خاطر في الاخر تيجي تقولي لي كنت حاسه ان هي بتخونك؟ انا غلطانه يعني يا عادل؟ غلطانه ان انا خايفه عليك، ما انت اخويا. هو انت مش واثقه في سليمه؟
لا واثقه فيها، بس لما لقيتها بتتكلم كده فكرتها بتكلم واحد، وبعدين لقيتها بتقول انا من ساعه ما عادل سافر وانا بقيت زهقانه كده ومش قادره ان انا اقعد في البيت. يا شيخه ده انت اللي قايله لي مش هتلاقي احسن من سليمه. سليمه محترمه بنت ناس، انت تايهه عن الحاج محمد. انا فكرت بقى ان انت لما سافرت الشيطان لعب بعقلها. هو انا يعني كنت اعرف يا عادل؟ حصل خير يا دينا، بس تاني مره بلاش تسوي الظن في حد الا لما تتاكدي يا دينا. المشكله ان انا عرفت ان هي عند ابوها بعد ما انا كلمتك وخلاص انت جاي، فما بقتش عارفه اعمل ايه. طب رن عليها بقى وما تقولهاش ان انا جيت عشان نعمل لها مفاجاه. ماشي خلاص حاضر. ماشي، انت مش متضايق مني؟ بطلي بقى الشكوك دي.